لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صبيحة اليوم بمقر وزارة الدفاع الوطني مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2026، وذلك بحضور الفريق قائد القوات البرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني والحرس الجمهوري ورؤساء دوائر وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي والمناقب العام للجيش ومدراء ورؤساء المصالح المركزية وكذا أولياء الأشبال المكرمين. وبهذه المناسبة ألقى الفريق أول كلمة حرص من خلالها على تبليغ الشبلات والأشبال المتفوقين تهاني السيد رئيس الجمهورية نظير النتائج الممتازة المحققة من طرف مدارس أشبال الأمة في هذه الدورة، كما تقدم لهم بدوره بتهانيه الخالصة على هذا النجاح المتميز.